السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة بيت سمية. إذا كنتم جدد أهلا وسهلا، وإذا كنتم من المشاركين فشكرا لكم على دعمكم. سأشارككم اليوم وصفة للرز المغموم بطريقة سهلة واقتصادية. بالنسبة للمكونات عندنا هنايا ميلانج بين الدجاج واللحم. وبالنسبة للدجاج واللحم يبدا على حساب الكونتيتي اللي بغيتي ديرها. الى افراد العائله بزاف ديري بزاف، غير شويه ديري غير شويه. كما تقدي زعما هذا تديري غير الدجاج وحده ولا اللحم وحده. ها هو الرز نتاعنا. يفضل يكون جا بسمتي، بصح انا ما عنديش، عندي برك المفور. ايوا نمشيو هنا للخضره نتاعنا. عندنا هنا جوج زروديات، جوج كورجيطات، البطاطا، البصله، طماطيش الحب مسكر جاو مكونجليه كما العاده. ايوا وعندنا هنايا العقاقر اللي نستخدموهم. كما هنا عندنا الرند، هذاك عود القرفه، وهذه سلسفين، داك الفلفل اليابس، الليمونه الكحله، وهذا والهيل والقرنفل والثوم وجامبو. كما تنجموا تزيدوا تنقصوا. عندنا مغرفه كبيره زبده. ايوا هنا بالنسبه للعطريه عندنا هنايا راس الحانوت، العطور نتاع الرز، العطور نتاعنا، العكري والكركم والبزار. ايوه هنايا نمشيو. هاي القدره اللي باش نطيبوا فيها. كاين اللي يقولها الصابره، وكل واحد واش يقول لي. هيا الحصول القدره وصاي. هيا نبداو اول حاجه بالبصله. نمشيو قبل نديرو مغرفه تاع الزبده ومع شويه زيت، نخلوهم يتقلاو بعد ما نحطو فيهم دوك العقاقر هذوك، الهيل والرند والقرفه وعود القمار هذا كان نوار وسميتها والثوم. نديرو مع داك شويه الزيت والزبده، نخليهم يتشحروا جنبو، نخليهم يتشحروا حتى تخرج الريحه نتاعهم. كي تخرج الريحه نتاعهم عاد نزيدو عليها المكونات الثانيه. هنا بينا ما نحطوهم يتقلاو نمشيو نيشان نجيبو كسموها الفاكهه نتاعنا والخضره. ايوا نقرضوها، نقوها ونقرضوها. ايوا هي البصله نتاعنا من بعد ما قرضناها. هذا مربعات صغار. هاي كما كنت تشوفوا. نمشيو نيشان نشوفوا نطلو في القدره نتاعنا. ها هي هنا من بعد ما تشحرت مع دوك العقاقر اللي درناهم في الاول، نضيفوا عليها لي زيبيس اللي هما قلنا راس الحانوت وعطور الروز والابزار هذا والملح والعكري. ما هي نخلطوا هنا كل شيء ضربه واحده. نخلوهم يتشحروا زين زين حتى يتكرمل معانا هذا البصل. ها هو هنا من بعد ما تكرمل البصل نروحو نجيبو اللحم نتاعنا. كما قلت لكم هنا بالنسبه للحم تنجموا تكتفوا يا بالدجاج يا باللحم. هيا نحاولوا ندخلوا دوك البنه نتاع هذوك ندخلوها في داك اللحم ونخلوه. هي الخضره نتاعنا من بعد ما نقيناها نحاولوا نقرضوها كي منها كبيره فقط للتزيين. وهنا كاين اللي كما يقولوا زعما ما يقرضهاش كيما راه، يخلي كي يطيب الرز يمشي هذا يقرضها ويحطها يا تمقله يا يمشي يديرها تفور، ومن بعد يزيد ليها دوك شويه لي زيبيس نتاعها ويحطها فوق الرز نتاعو. يعني هنا بالنسبه لطريقه الخضره كل واحد وطريقه الاستخدام نتاعها. انا الصراحه انا بغيت نديرها في القدره حتى كشغل الدار اللي يجوها كما يقولوا في العرضه نتاعك عندك البزوز ولا احسن شي ديريها كيما هكا. كما يقولوا ما ينجموش ياكلوا الرز ياكلوا الخضره على الاقل. وهذا يبقى الراي نتاعي برك. ايوا ها هي نقطعها شقوفات شقوفات كبار.
ايوا كيما هكا. ايا نمشيو نرجعو للقدران تاعنا. هيا شوفي من بعد ما خلطنا وخليناهم يتشحروا نزيدو الطماطيش نتاعنا نتاع الحب المسكرفجه. ايوا هنا نزيدو الخضره نتاعنا تاني نحطوها. وهنا كل واحد وطريقته في الطياب، هو الطياب غير واحد، غير كل واحد كيفاه يطيب. بصح هاد الطريقه الصراحه والله ما شاء الله، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا التعليقات. ها هو هنايا تاني نعاودو نخلوها شويه تقلى ومن بعد عاد نكبو الماء عادي من السباله. ايوا ها هما كيما هكا. كاين هنا اللي يقولك حتى تغطى اللحم ولا تغطى الفاكهه ولا الحصول. شوفوا لي ما شاء الله على داك الكولور. هيا ونخلوها في جنب كيما هكا كاينه حتى يطيب لينا اللحم نتاعنا نعاودو نرجعو. ايوا نرجعو للروز نتاعنا. ها هو نمشيو نغسلوه حتى داك النيشان تاعو ما يبقاش. هنا بالنسبه للغسيل على حساب الروز، كيما هنا للامانه انا غسلته 5 خطرات حتى يولي الماء هكا صافي. نعاودو نديرو في كاس ولا نخلوه يستقطر لحد ما يطيب لينا اللحم نتاعنا. ايوا ها هو هنا من بعد ما حطيناه يستقطر وطاب. هنا نمشي نحضر معاكم هذاك لاصوص اللي يرافق الروز نتاعنا، كل واحد وكيفاه يسموه. هنايا من المكونات نتاعو عندنا 2 حبات فلفل حار، طماطيش ووحده طرشي، نزيدو عليها الثوم ونحاولوا نميكسو كلش ضربه واحده. وكاين اللي يزيد غير شويه لاصوص زعما من تاع الروز يزيد لها شويه يزيد بيس ويعاود يربيها يرافقها معاه. انا هذيك لاصوص اللي نرافقها مع الرز. ايوا هاي من بعد ما نطحنوا كلش ضربه واحده نزيدوا عليها من بعد لي زيبيس. ها هنا عندنا شويه كمون. هاي شويه الابزار. ايوا شويه فلفل عكري، شويه حار، الملح والخل. هاي هنا كاين اللي يدير تاني الزيت، انا الصراحه الزيت ما نديروش، يقول يبرد الفلفل ما نديروش، بصح كاين اللي يديرو يكفي انا فقط بالخل وخلاص. ايوا هاي من بعد ما درنا الملح تاني نعاودو نميكسو كلش ضربه واحده ونرجع لكم. وهنا تاني لاصوص كاين اللي يخليك شغل مازالش حرج، كاين اللي يبغي يملس. ايوا كيما هكا. هنايا برك في الملح كاين اللي يتحكم فيك شغل، كاين اللي ما يبيش الملح وكاين اللي يبغيه. ايوا ها هو الرز نتاعنا من بعد ما كبيناه. عفوا هذا الفيديو تحذف ليا. ها هو اللحم نتاعنا بعد تاني ما خرجناه. ها هو لاصوص نتاعنا وجا ما شاء الله رز ساهل خفيف على حبه. ونتمنى تجربوه وتشاركوا معايا الرأي نتاعكم. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، نتمنى أنه يكون عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة.